هذا الموسم ما في بطل للدوري السوري الممتاز الا اذا مر من مرحله البلاي اوف الناريه. بعد فتره الذهاب كانت قصيره لكن كانت ناريه. اربع فرق بغت بالواجهه لكن مو كلها متساويه. نظام جديد وشكل جديد راح يحسم لقب الدوري السوري الممتاز هذا الموسم. شو هو هذا النظام وشو هذا الشكل ومن الفرق الاربعه اللي تاهلت. كل هذا الشيء اللي راح نحكيه بالفيديو. بس قبل ما نبلش لا تنسى الاشتراك في القناه ودعمنا بلايك وتشترك على وسائل التواصل الاجتماعي تبعنا تيك توك وفيسبوك وانستغرام. ما راح اطول عليكم كثير، خلينا نبلش بالتفاصيل. طب شو هو هذا النظام الجديد والشكل الجديد اللي راح نحسن فيه لقب الدوري السري الممتاز هذا الموسم؟ طبعا بعد انتهاء مرحلة الذهاب اللي كانت من 11 جولة بناخذ ترتيب الفرق. اعلى اربع فرق بالترتيب تتأهل للبلاي اوف. طبعا الفرق الاربعة هذولا بيلعبوا دوري مصغر من مرحلة ذهاب واحدة، يعني كل فريق راح يلعب ثلاث مباريات. طبعا الفرق اللي تأهلت لنظام البلاي اوف هم الكرامة واهلي حلب والوحدة وحطين. طب تقول لي شو الفارق بينه وبين الدوري وشو الفرق يعني بين الفرق وليش هم متساويين؟ طبعا الاتحاد السوري أعطى نقاط تمايز للفرق الأربعة حسب ترتيبهم بنظام مرحلة الذهاب. يعني الكرامة راح يفوت هذا الدوري المصغر وهو عنده أربع نقاط كونه كان بالصدارة. أهلي حلب بالمركز الثاني ياخذ ثلاث نقاط تمايز. أيضا الوحدة بالمركز الثالث ياخذ نقطتين وأيضا حطين ياخذ نقطة. اليوم راح تلعب أول مباريات مرحلة حسم اللقب الدوري الممتاز والبلاي أوف. الكرامة راح يلعب مع حطين وأهلي حلب راح يلعب مع نادي الوحدة. مباريات قوية، مباريات ممتعة راح تكون. هذا النظام الجديد راح يحسب بشكل كبير لقب الدوري السوري الممتاز. نقاط التمايز أيضا راح تكون فارق كبير بهاي المباريات. يعني مثلا نادي حطين لو انتصر بمبارياته الثلاثة وأيضا عنده نقطة تمايز صار عنده 10 نقاط ممكن يفوز باللقب ولو كان بالمركز الرابع. يعني الفرق حاليا كلها عندها نقاط تميز اللي راح تمكنها من حسم لقب الدوري السوري الممتاز. الكرامة أيضا عنده ادفانتج كبيرة هو أهلي حلب كون عندهم نقاط أعلى. صراحة مباريات راح تكون ممتعة، مباريات نارية. اليوم راح يلعب من أول المباريات. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات توقعاتكم لنتائج المباريات ومين بتحسوا أنه أقرب ليحسم لقب الدوري السوري الممتاز. أنا صراحة عني أن نادي الكرامة وأهلي حلب هما راح يكون الصراع بيناتهم هذا الموسم. ما راح أطول عليكم كثير، يعطيكم العافية ونشوفكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.